أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكيد درس سويس 30 من دروس الفقه المالكي. تذكير خفيف. اخترنا هذا الموضوع لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن المذهب الغالب في بلادنا في الجزائر هو المذهب المالكي. ثقتم زوروث في سناث نتفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لكن دين النبي صلى الله عليه وسلم. في ثلاثة فرصة باش نسين تصن تمثال يشدن غ الفقه المالكي أهث بالك يون الوقت سوازل نسنت، ولكن يساد يون الوقت إلى وين يعني فين بعد فلاس إلى قنوال الغرس، حتى من خلال مادة المسلمين في كتابين، مثلا في المصادر يعني في المراجع في أمهات الكتب الفقه المالكي. هذا اللي كانوا يسمون القيم كان يسمون فقط أكيني سيدي خليل مثلا. يعني هذا الكلام معروف في بلاد المغرب العربي عموما وفي الجزائر خصوصا. سيدي خليل مختصر، صاحب المختصر الفقهي الشهير، يمذانا ما إلا مخالفنا أن نغالر سيدي خليل، معناه من ريفيرونس مرجع أن نغالر سيدي خليل، معناه يمذانا في كنس الاحترام والتقدير لهذا المرجع الفقهي الشهير، وهو مثل الكوكب الأغر في كتب الفقه المالكي، المختصر الفقهي سيدي خليل، الذي توفي منذ 661 سنة، يعني 6 قرون 61 سنة قسم يموت، ولكن مازال يسعى أزاليس أهاتي الوقت ثمورثنا لانت شروح لسيدي خليل. وهذا أمر في الحقيقة ظاهرة صحية في الأمة، ميلا نعطيه الاعتبار لأمهات الكتب. الموطأ الإمام مالك وهو من أعظم دواوين الإسلام، الفقه المالكي، في الفقه المالكي اللي هو موطأ الإمام مالك، وفي الفقه عموما لأنه يعتبر من الدواوين الكبرى في الإسلام، وكذلك المدونة، وكذلك المختصر الفقهي لخليل، وكذلك ابن عاشر، يعني وكذلك بالنسبة للمذاهب الأخرى أيضا في كتب شهيرة لها وزنها. وكذلك دائما في الفقه المالكي يعني الله يبارك ذا الاهتمام مثلا بكتاب الاستذكار لابن عبد البر القرطبي، هذا الفقيه الكبير صاحب الاستذكار صاحب التمهيد، كذلك كتاب آخر شهير. وكذلك من غلا الفقه الحنفي، الفقه الحنبلي، الفقه الشافعي، كذلك في كتب يعني مهمة جدا تدرس يعني في مساجد الأمة عموما وفي مساجد الجزائر خصوصا، باش مثلا هذه السنن ذا شوثنت منابع الفقه مع التركيز على الفقه المالكي كما قلت باعتباره المذهب الغالب في الجزائر. نهضر دي الدروس نعدريث مثلا نبض نقطة يغرد نبض الصلوات غير المفروضات، يعني صلوات التطوع أو النافلة، النوافل. وصل بالحديث إلى هذه النقطة. نحاول نعطي بعض الخلاصات مع بعض الإضافات. أولا ثبت في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حديث صحيح خرجه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما. إند واعلموا، طبعا هذا يعني فيه جزء من الحديث وركزوا عليه. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، يعني يك الخدمة يختار النبي صلى الله عليه وسلم يخدم ومذان تصليت، والصلاة عماد الدين. وفي حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5، بعد التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله الداس تصليت. الصلاة هي أفضل
العبادات، وفرائضها هي أفضل الفرائض، ونوافلها هي أفضل النوافل. أشو المعنى بقولك؟ نند باللي أفضل الأعمال تظلف، وإذن ساد فراغ حسب ربي يوم القيامة ثم زور تظلف. الصلاة عماد الدين. أفضل العبادات الصلاة، يعني يا ربي سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. أفضل العبادة تظلف، وأفضل الفرائض هي فرائض الصلاة. أفضل النوافل هي نوافل الصلاة. ثقي كتمهيد أساس أثناء ديال بالنا ما إلا نفهم ثمسة تقيث مثلا هذا السنف كزال يظلف إلا إذن ما عدا الفرائض المفروضات السنية تظلف من الصبح الفجر، تظلف الظهر، تظلف العصر، تظلف المغرب، تظلف العشاء. ما عدا ذلك في كذلك تعتبر ذو التطوع. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث طلحة بن عبيد الله الناد، يساد رجل، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، يعني الصوت سكا صوت جهوري علاي، يعني الصوت مقرن إناش أنفهم را ولا شو يفهم لا شو يهدر يتسمسلاي. يوض النبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى دنا المدي بضل النبي عليه الصلاة والسلام لا شو يصير، سأله عن الإسلام. لا شو يصير النبي عليه الصلاة والسلام؟ 5 صلوات في اليوم والليلة. وقي جزء من الحديث بالحديث طويل إن يس 5 الظلة يريض أكذواس. فقال هل علي غيرها؟ أهل ترى إلى وين النظم ما عدا النوافل ما عدا المفروضات أو الفرائض؟ إناس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إلا أن تطوع. إناس ولا شو دي فرض ربي ديال الظاليث سوى في هذا يوم السلام، يعني 5 صلوات إلا أن تطوع، يعني سوى ما يليون يبغى أن يخدم التطوع. وتطوع أماكن موجود ديال الصلوات موجود عند النظام دي الزكوات، دي الزكاة تزرى وكتلا الزكاة الفريضة، ولكن ثقي الساعة أوعية معلومة، والساعة شروط معينة، والساعة كذلك أنصبة أو محددة ومقادير أيضا محددة. ولكن التطوع في المال في الصدقات غير محدود ماشي. أما الزكاة، الزكاة مثلا إلى قد صعود النصاب يكون سعر النصاب لا تجب عليه الزكاة. ممكن الإنسان يعيش طول حياته ما يزكيش ولا يلام ولا يعاتب ولا يحاسب، طول حياته يعيش الدنيا، ولكن وتتحسب ربي في الزكاة، خاطر الزكاة الفريضة وريس على الشروطيس. مثلا ممكن يثمر في النغ ميل الذهب ميل ذي ذريما 39 مليون و525 ألف وقيد النصاب. وين يسعى المبلغ يزيد فلاسو سكواس يعني بالشروط، يعني يكون يزاد في الحاجات الأساسية الناس إلى آخره. ما إلا يسعى النصاب يرنا يزيد فلاسو سكواس يفاثيد نغ يفاد أكثر، هذه يزكي ربع العشر. إما يلو يسعى في حياته جامي جمع هذا المبلغ ويصوضره ويتزكي، هذا نتفرى واحد هكا. أم بعد ما إلى الذهب إلى 20 دينار، يعني 20 مثقال، ما يعادل بالوزن المعاصر 885 غرام من الذهب. ما إلا ذو الفضة 200 درهم، يعني ما يعادل ذي الزمان بوسا 595 غرام من الفضة، في شروط. أما ذي زكاة عروض التجارة، أما ذي
ذي الغنم مثلا لقد يسعوا 40 مولي سعر 40 خاطي، إما يسعى 39 يسعى 35 خاطي. أكن إلا ذي العشر ذي الزكاة تسعى كذلك التطوع يعني أتصدقض أين الزمرض بلا الحدود. ما إلا ذي رمضان كيف أيضا رمضان إلا شهر رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أقوى رمضان. ولكن مع ذلك لأنت النوافل تطوع، هذه يصوم الصبرين، هذه يصوم الاثنين الخميس، هذه يصوم عرفات، هذه يصوم تسوعة وعاشوراء، ثقي ياكل النوافل الأيام البيض إلى آخره. هكا ذي الحج كيف ثلا الفريضة حجة الإسلام أسيكتب ربي وكينسل من مرة، من بعد الزيادة التطوع وهكذا. السجن تمثل في الظاليث الصلاة أكيس النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع. صافي نفهم من هذا الحديث الشريف باللي أشد فرض ربي في لنا 5 صلوات أين كي زادن يشم ذي باب التطوع ذي باب النافلة. الله يبارك. ثورة النقطة الثانية بعد هذا التمهيد وبعد هذا البيان نهضر في الحكمة، حكمة صلاة التطوع أو حكم صلاة التطوع كثيرة. أركز على 2 أساسية. ثم زواروث جبر النقص الحاصل في المكتوبات أو في الصلوات المفروضات. فنادم أذي جبر أين نقصا ذي الظاليث يدي فض ربي فلانا زران يونيك فتصلي ديني استغفر الله استغفر الله استغفر الله هكا يعني استغفر ربي سبحانه فين نقصن دي الظاليث النار. صلاة الفريضة أتيد نجفر الاستغفار، وكذلك أتيد نجفر النافلة نغص التطوع. صافي تلقي حكمة بالغة. إلى حديث تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. ثم زوال فراغ يحسب ربي يوم القيامة تظليث. وتحصم شحال يفردان في كذا كملاحظة نناد في المجتمع الجزائري والمجتمع المغاربي عموما الصيام أحسن حظا من الصلاة. عدد الصائمين أكثر من عدد المصلين، رغم أن الصلاة تحت المرتبة الثانية بعد الشهادتين في حديث ابن عمر المذكور. المعنيس غاس في ركيزين الإسلام لكن تدينا النبي صلى الله عليه وسلم ثبان التوحيد لا إله إلا محمد رسول الله. من بعد أدس الظليث، من بعد أدس الزكاة، من بعد أدس رمضان، من بعد أدس الحج. نكوني ثمور ثنا وقاذي تصوزوما أكثر بقاذي تظلان ويرنا نحصى رب ذا غيحاسب في الظليث قبل كل شيء. ذنساتي تسمزور ثنتو حاسب في الناس إشباي ربي يولا قد يهجيمانيس أكثر نغلا. لو كان واحد منا يدخل برك الطريق مثلا يسوق الطوموبيل يجيب الوثائق، عنده وثائق، عنده ليفيرد فامي دفتر العائلي، عنده جواز سفر، عنده البطاقة التعريف الوطنية، عنده البيرمي شهادة السياقة، وعنده بطاقة الربادية لاكارت غريز إلى آخره. ما هي الوثائق الأساسية اللي تأخذها؟ كنت مسرع تقول وثائق السيارة، البيرمي وكارت غريز لاسيورونس وكذا. أعلاه علاش ما ديتش الباسبور والنكوة؟ قول هذه كي ندخل طريق إذا حكموني البراج ولا يقول لك وثائق السيارة ما تعطيلوش الفيرد فامي، ما تعطيلوش الباسبور، يقول لك أعطيني وثائق السيارة خاطر ستحاسب عليها. ثقي في دنيا الناس في دنيا البشر. وجاب لي ربي كل واحد منا يدير في باله هذا الشيء، يقول أنا كي نموت
واش نتحاسب أول حاجة على الصلاة؟ أليس كذلك؟ يوم القيامة أول ما يحاسب عليه الإنسان هو الصلاة، هي الصلاة. لذلك رغم ذلك كاين استهزاء صارخ بالصلاة، سواء استهزاء من قبل غير المصلين، استهزاء الأكبر، أو استهزاء من المصلين، وكل واحد يشوف روحه. من غير المصلين ظاهرة، تجد كثير من العائلات ربما تلقى واحد يصلي ولا زوج. روى لي من أثق في شهادته قال لك فرينا قضية في واحد الأسرة، قضية عائلية، قال لك وقت الصلاة قلت لهم وراهي القبلة، قال لك غير الحاجة العجوزة اللي تصلي يقولها يا الحاجة وراهي القبلة، القبلة ما يعرفهاش، ما يعرفوهاش. لذلك هذا أمر خطير. الاهتمام بالصلاة مش فقط في المساجد، في المنازل، في أماكن العمل، في البنوك، في المؤسسات المالية المختلفة، في الإدارات. من يعني مظاهر تقدير لهذه العبادة الكبرى تخصيص أماكن لأداء الصلوات، أو توفير أسباب أداء الصلوات بيسر. أقول بيسر، هذه رسالة للجميع، رسالة إلى الجميع. ما نفتحش قوس طويل وخطره إلا سيطول. شبي ربي تظليث سوازاليس وها ربي أذيلي تسهيل لأنه قادوا يفكر ربي التاويل ذيك خامن نسن الطفل يخدم يوم بمكان يوم خامس خاص كأنها مصلى مسجد. طبعا مش نقول مسجد له شروطه، مصلى صلاه بريير، مصلى داخل الدار، يعني عندها طبعا مكان نظيف وكذا الى اخره، عنده طابي ما شاء الله، وكان اللي يدير لها كذا تحديد القبله باش كيجيو ضياف وكذا يجي اي واحد يصلي وهكذا، والاسره تصلي. وكذلك اشاره تربويه للصغار، الطفل الصغير كي ينشا في مثل هذا المنزل في هذا الدار يشوف هذاك المكان مكان مخصص للصلاة، فيه مصاحف، فيه هذيك الحاملة نتاع المصحف إلى آخره، إشارات. الطفل الصغير كي يكبر يشوفها بعينه فيتعلق قلبه بالصلاة. جاب لي ربي هذه وسائل تربوية مهمة جدا، وطبعا مليح تكون في المؤسسات المختلفة إلى آخره هكذا، لأنه باش نعطيو احترام وتقدير لهذه العبادة الجليلة. يشبه ربي مثلا لأنه قال يعني ميسوس ربي أكا خدمن يك أين راه الظن الحمالة نتظليث ذقولاون، الحمالة نتظليث ذقولاون. وطبعا أما الظاهرة هذيك الخطيرة هذو كل ما يصليوش ظاهرة، ذكر لازم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. جماعة الخير سمحت أنا بريك سمسلي غير ون من كل يوم زرا هاتي ثواشولتيس وقال أوريسينا وكتظلي ثاك ما يعرفهاش. إن يسوم ذياز إن يسال المؤمنين يوانرو في الوقت قيدين الله ما تشكين عودة تضرو إنسلم ورنتظلا، إنسلم ورنتظلا السوق ما يعمر يفرو غاس ما يزنز السلغلا. لذلك يا جماعة الخير الاستهانة والتفريط في الصلاة هذه خطيئة كبيرة جدا. وحنا عرفنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب به أو عليه العبد يوم القيامة صلاته. طيب المدينة تتمة الحديث فإن لم يكن أكملها ما إلا تظهر في سوث النكمالة، معناتها يتحدث عن المصلين الذين يعني اخطأوا في صلواتهم ولا قصروا في صلواتهم. هذه الصلوات المؤدات في حاجة إلى تجبر. ربنا يقول قال الله سبحانه لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع. ربي يسيني وليث سين الملائكة وليث أهل ترى ثفام
العبد ما يسعى تظليت النافلة باش تيجبر تيرقع سي النافلة لك الزول ديال الدنيث. قال الله سبحانه لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فأكملوا بها ما ضيع من فريضته ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. الحديث صحيح، رواه الأئمة أبو داود، ابن ماجه، الدارمي، أحمد وغيرهم. مع انتهيت مثلا يوم القيامة كل يوم دين غادي مكثي بلا غير فاس من ربي فشرنت وحاسب ذا مزور تظليث الفريضة أي ندي فرض ربي في اللعنة. من بعد ربي هذا سيني فلما أولو مثل كما تظليثيس وقليل ما هم باش كاين كزولخت يعني أكني وثا بأركانها وبشروطها وسننها ومستحباتها وتجنب فيها المكروهات والممنوعات إلى آخره. يعني قليل ما هم، قليل بقادة الظلمت النكمال. لذلك رب سبحانه مديننا ويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ابن عباس لو كان دينا في صلاتهم ساهون ذكور، ولكن تظليث ما كانت حصان بد الازمر يتسو إزمر تظليث المغرب 3 غادي يزال 4، إزمر العشاء 4 غادي يزال 5، إزمر 50 الركوعين دي كل ركعة مثلا، إزمر غادي يتسو إما النقصان نقص الزيادة ذا قيلهم يقارن سجود السهو. وقينا هضرت فيما سبق سجود السهو القبلي قبل السلام أو سجود السهو البعدي بعد السلام إلا بنادم أمكرا يجبر تظليثيس أمكرا يقع تظليثيس، ولكن سمحتي وقاد يظلن وتظليث سنف خوص ذيك النقص ربسي الملائكة ينس وليث مقلث هل تجدون لعبدي من تطوع ما تفهم صار التطوع فهاد المسلايكة فأكملوا بها ما ضيع من فريضته. أتجبر أي نسي روحا إيومذان ذي تظليثنا الفريضة. لذلك باش هذا نزريث مثلا صلاة التطوع تسعى الفايدة غطاس عندها حكم جليلة، على رأسها هذه الحكمة جبر النقص الحاصل في الفرائض. تجد الحكمة ثم زوارث الحكمة في السناث نيل رضا الله ومحبته، نيل رضا سيدي ربي أكذ الحمالة من ربي سبحانه عز وجل. إشبه ربي ولاش ونحمل راه أثي حمل ربي نكوني ما إلا أكيني والفلاني يحمليك ذبناد ما مكشيني أتفرحض وتفرحض أكثر ما إلا ربي إكي حملا. المؤمن يبحث عن سبل نيل رضا الله عز وجل، عن سبل تحصيل محبته، وهذا طريق من الطرق سبيل من السبل. وين يفغان ربي يرضو فلاس وتيحمل أذي خدم صلاة التطوع. في حديث لأبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث أيضا طويل الشاهد محل الشاهد: وما تقرب إلي عبدي بشيء سوى شوفنا دمر يقرب سيدي ربي إناياك أحب إلي مما افترضته عليه. وين يفغان أثي حمل ربي سبحانه أذي يخدم أين دي فرض في اللاس. هنا أفتح قوسا، بعض الناس يقول لك أنا ما نصليش ولكن ندير الخير، نحب الفقراء المساكين اليتامى، ندير الخير وقلبي طيب ونعاون. نقولوا كاع هذه الأمور مطلوبة حاجة مليحة، ولكن هذه من مداخل الشيطان. يجي الإنسان يقول له أنت ما يخصك والو، قلبك نظيف وتحب الخير وتدير الخير
وخدام على أولادك وخدام على العائلة نتاعك وراك طائع لوالديك، راك لاباس. ومن بعد هو يكلخ له يقول له ما يخصني والو، تخصني غير صلاة. وطبعا هذا مدخل خطير من مداخل الشيطان. لذلك ربي سبحانه في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما تقرب إلي عبدي يعني طبعا حديث قدسي أحب إلي مما افترضته عليه. وين يفغان الحمالة ربي سبحانه أتياوض أذ يخدم أين دي فرض فلاس، أين دي وجب فلاس. وما يزال عبدي يتقرب إلي، يعني بنادم يتقرب ربي سبحانه عز وجل سوا شو بالنوافل. هذا ذاكي أدركنا الحكمة، حكمة النوافل أو التطوع. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إنك دي قرب الغرية المتحملة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه. يعني بعد ربي سبحان الله وقي فضل نسيدي ربي هذه الخيرات وهذه البركات ربي سبحانه يعطيها لمن تقرب إليه بالنوافل. المدينة وإن سألني لأعطينه. ما يسثريد أثقف لغ أسفك غين دي أين قفغا. من هنا أيضا نفتح قوس آخر اللي هو الدعاء. كثير من الناس يدعو ربي سبحانه يقول لك ولكن ربي لا يستجيب. ولكن العلماء قال لك قبل ما نقولوا لربي سبحانه استجيب نسأل أنفسنا هل وفرنا أسباب إجابة الدعاء كتحري الحلال، تحري الحلال في المأكل والمشرب والملبس، وكذلك في النية الخالصة لله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الدعاء الخالص من القلب واليقين بأن الله سيستجيب. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وكذلك ترصد الأحوال الشريفة والأوقات الفاضلة. وكاين شروط الاستقبال لإجابة الدعاء. منها هذه الإكثار من النوافل من دواعي استجابة الدعاء باش ربي سبحانه يستجيب للدعاء. ماشي ديون فضلا عن ذلك. طبعا ربي سبحانه يجيب متى شاء وكيف ما شاء. وربما في تأجيل الإجابة حكمة لله سبحانه وتعالى، هو يدركها ونحن لا ندركها. وممكن يؤخر ذلك إلى يوم القيامة إلى الآخرة. وفي ذلك أيضا فضل وزاد كبير، فضل كبير من الله سبحانه وتعالى. الإنسان يدير اللي عليه ويترك الأمر لله سبحانه وتعالى. وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري والبيهقي وغيرهما. إذن الخلاصة ما هي حكم نتاع النوافل؟ عندها حكم كثيرة. منها هذه الحكمة جبر النقص الحاصل في الفرائض وفي المفروضات. والحكمة الثانية نيل رضا الله، نيل محبة الله ورضاه. والعلماء يذكرون حكما أخرى منها التدرب على الصلوات. خطر ميل الإنسان يكثر من النوافل معناته تولي الصلوات خفيفة عليه دائما باستمرار، خفيفة. وهذا الشأن المحافظ على النوافل. وكذلك شأن الذي يعني يلتزم بفريضة الصلاة من الصغر. الذي لم يلتزم بها من الصغر يستثقلها. وكثير من الناس نعرفهم وتعرفونهم أيضا تعرفون آخرين يعني يكبر 50-60 سنة تجي ثقيلة الصلاة. لماذا؟ لأنه ما ولفهاش منذ الصغر، أو يستثقلها في أوقات معينة. مثلا في الشتاء، في فصل الشتاء البارد يستثقلها.
ويستثقل بعض الصلوات في بعض الأوقات، مثلا في الصيف كصلاة الفجر مثلا، أو كصلاة العشاء في الصيف لأنها تتأخر وصلاة الفجر تتقدم كثيرا. إذن كل هذا اللون أو هذه الصور نتاع استثقال الصلوات يعني علاجه في هذا الأمر. أمذان ما إلا يبدا تظل تزيك تظل تسيفسوس في اللاس، لأنه قاعد يظلن 80 سنة أتظلان جامي كنا تظل تزايد في الليل سميت سمغور سميت سفس الفنة يتظليت وما إلا يوان ذا وتسيف ذرازيك ميم قرضي العمر أسدس ذا ذرار الزايد في اللاس أكا نغ أتصايد كرا الوقات تظليت الفجر خاصة قنفذو نتصلت العشاء قنفذو نغ تصلي ثاك مثلا خاصة ذي الشتوى ذا صميض ذا يفور إلى آخره. في غادي ثقي هذه هي حكم الحكمة من النوافل أو صلاة التطوع. ثورة نتحدث النقطة الثانية عن أنواع التطوع. طبعا ممكن معالجة هذا الموضوع بعدة صيغ بعدة أساليب، ولكن دعونا نلتزم أسلوبا معينا. نقول أنواع التطوع، أنواع التطوع كاين السنن، كاين الرغائب، كاين الفضائل. السنن يعني من مظاهرها من شروطها يعني من معالمها كيف نتعرف على أنها سنن أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها. سنن أن فك السنن النبي عليه الصلاة والسلام هو فعلها ويحثنا على أدائها. ثقي من معالم السنن. طبعا نتحدث عن التطوع أو النوافل أو السنن بعيدا أو عن الفرائض المفروضات. وقالي واحد سنت نكفى أول في اللسنت. السنن إذن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها. المعلم الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام داوم على فعلها. المداومة وتخدم لك كما راه في الزمان يداوم في اللسنت. كذلك أظهرها في جماعة. رابعة دلت قرائن على عدم وجوبها لأنه كان يتركها أحيانا. إذن ما هيش فرائض سواء ثبت ذلك في سننه القولية أو في سنته الفعلية. السنن اللي في الحقيقة 5: صلاة الوتر، فصلية الوتر هذه صلاة بعد ركعتين بعد تختم صلاة الوتر. وصلاة الوتر من المياثيلي بعد مغيب الشفق الأحمر، يعني بعد صلاة العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر وقيد يبدو الوقت الاختيارين ويمتد إلى غاية طلوع الفجر الصادق صلاة الوتر. لذلك ممكن الإنسان يقوم الليل ذكر في زوج الصباح لا فتثن الصباح وذي الظال هذا يخدم القيام أم بعد يدير صلاة الشفع ويدير صلاة الوتر هذا يخدم ذيك يختم بها صلاة الليل قيام الليل. إذن صلاة الوتر هي من السنن المؤكدة. وكذلك صلاة عيد الأضحى فظليت من العيد ثام قرانت. وكذلك صلاة عيد الفطر فظليت من العيد ثام شطوح. وكذلك صلاة الكسوف. وكذلك صلاة صلاة الاستسقاء. تجي كلها ثبتت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على أنها من السنن، من النوافل السنن، أو من التطوع صلاة التطوع السنن. ثبت في ذلك يعني فيه سنن قولية وكذلك السنة ثبتت في السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم. لم الرغائب نكوين الفقه المالكي كاين رغيبة الفجر. إما الدين الفريضة صلاة الصبح صلاة الفجر
ركعتين نزال قبل تظليت من الصبح من الفريضة اسم الرغيبة. لا نتوما قارن النوافل، النوافل المندوبات أو المستحبات أتصي قلان. وإذا كذا هناك تقسيم، قسم العلماء الصلوات ذوات السبب، وهناك يعني نافلة ذات السبب، أو هناك الصلوات المستحبات عموما ما هيش يعني مربوطة بسبب معين، مثل كنتحدثوا عن تحية المسجد مثلا، ثاقي ذي السنة ذي النافلة مستحبة كما وردت في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي من ذوات السبب، يعني مثل الشمض غا الجامع أتظل تحية المسجد هكا. إما إليون طبعا لمن كانت له نية المكث أو المكوث يعني بالمسجد. إذا كان ما عندوش النية هو عابر ما يصليش ركعتين. ممكن واحد مثلا يكون خدام في المسجد وراه يسيق وراه كذا، هاو يدخل المسجد من الباب ويخرج من الباب، وبعد شويه هذا عنده شغل هذا يفوت راه يعبر، يعني ماشي كل ما يدخل المسجد يروح يصلي ركعتين، وكل ما يدخل من الباب يصلي ركعتين، لا، ما عندوش نيه المكوث داخل المسجد. لكل ثوره وين ديك الشمن غير الجامع ينتظر صلاه العشاء مثلا يصلي ركعتين ثاقي اسم تحية المسجد. ابن عرفينات لكل مسجد تحية، وتحية المسجد الحرام الطواف. وقد أشرنا إلى هذا في أكثر من مرة. لشون الناد ما يليون تعذر مثلا باش هذه الظال يخدم طواف في المسجد الحرام يصلي ركعتين، خاطر ما تشمط في الغاشية طاس ماشي شرط، هي مستحبة أتزرد وخلاص. وما إلى ذي المساجد الأخرى مثل شمض الجامع أتزلظ تحية المسجد. ولكن نفتح قوس وإن كان ذكرناه فيما سبق في الإعادة إفادة إن شاء الله. يون ما يشمد مثلا بعد صلاة العصر أو قبل صلاة المغرب يشمد إلى المسجد وريد زلا ركعتين تحية المسجد أي غار، خاطر تجد النافلة للوقت الني وإلى قرب رد ما يظل النافلة صافي أنت تنصنف صلاة النافلة. وما دام ذي النافلة إلى قد سنؤديها في وقت الإباحة، ينس وقت الإباحة قبل العصر، سي العصر من المغرب خاطئ ثورة غايتوكدني غايثمثل ذي زيك يكي مغارني دن الشفا وكي مزولة وكي دن الشفا للجوامع طبيقا ثمثلتك هكا هذيك الشم بعد العصر ما يوري الزولار العصر هذه الظال، ولكن في الركعتين تظل راه ثورة ساقي السواليم يعني لن يمذان الظال انا ديك الشم هي الظال. على كل حال تلاقي ذي المذاهب بالنظام تجوز، ولكن كوني ذي المذهب لا اي غير خط الوقت الني النافله وثجوزارة زالرا. السلام عليكم. اكني قل التوحيد يرنا اكني قلها مول خلظار الشغال مادام الامراقي يلا ذي الشرع يلا ذي الفقه يسعى غزار له ادلته ومن ذي الاصول كما ذكرنا في وقت سبق ان باللي عند تعارض الامر مع النهي الاولى بالاعتبار ده شوف ذي النهي يساد الامر، اما بعد يساد النهي، يساد الامر العام باش يلمكش من الجماعه ذي زاد ركعتين عادي، ولكن يمد يساد النهي معنى ذاك يخصص لنت الاوقات وتزال هذيك صافي نجمع بين الامرين بهذه الطريقه المنهجيه ونخرج من المساله ان شاء الله ونحرر هذه المساله بيسر. على اي حال ما يليون اراد ان يصلي فليصلي والسلام. يعني اما كنت نقرا دائما نخدم راه مشكله على جال في مساله ما ليست مشكله هكا، ولكن مثوى ضيون اذا شفت واحد ما صلاش ركعتين لا تنكر عليه، ما تقولوش قوم صلي ركعتين. المشكله نتاعنا في هذه المساله في هذا الامر التربوي تلقى واحد يقول لازم تنوض وتصلي ركعتين، هذا خطأ. ليس من الفقه في الدين أن تقول هذا الكلام لإنسان
أو ليس من الأدب أيضا لا إنكار في مثل هذه المسائل. طيب، تحية المسجد، صلاة الخسوف يعني خسوف القمر وللكسوف كسوف الشمس نخدميه ذي السنن وثاقي تخدميس ذي المندوبات، يعني صلاة خسوف القمر ذي تصنف ضمن المندوبات، وهي ذات سبب. هذه ذات سبب مثل تحية المسجد ساعة السبة ونتغي مرة كان من ولا قول أنا أنزل ركعتين، لا، إذا صار سبب اللي هو خسوف القمر نصلي صلاة الخسوف بسبب الخسوف لحصول هذا الخسوف للقمر. ثم كذلك قيام الليل، قيام رمضان وثاقي ذا رمضان، قيام رمضان تراويح إلى قيام الليل ماشي كان ديال رمضان، في كل ليل يعني للمستطيع وين زمرنا ذي الظل هذه الظل. بالمناسبة يعني أفضل الصلاة بعد المكتوبة مثلا ذي النوافل صلاة قيام الليل. إلى سجود التلاوة للقارئ والمستمع، وهذا أيضا شرحنا فيما سبق، يعني ما إلا يقرأ القرآن الكريم يبضد إلى مواضع السجود وقد ذكرناها فيما سبق، يعني يسجد سجود التلاوة ثقي السجود بسبب أنك وصلت إلى آية آمرة بالسجود. كذلك لأن الرواتب النظام كلها أيضا مستحبة، قبل الظهر وبعد الظهر، ركعتين 4 ركعات قبل الظهر وكذلك بعد الظهر، وقبل العصر وبعد المغرب وقبل العشاء، قبل العصر وبعد المغرب وقبل العشاء وبعد العشاء، في كذا كلها. وصلاة الضحى ركعتين 4 6 8 صلاة الضحى في كذا كل الله يبارك بها نجبر النقص الحاصل في صلواتنا المفروضات. إذا جماعة الخير، في كذا ما إلا نفكيس تزال يشبه ربي أغيفك ربي أزال ما يرضى ربي سبحانه عز وجل. صافي الخلاصة الموضوع أكتفي بهذا، بعد نفتح مجال النقاش. نسعى المفروضات يدي فضل ربي في لنا إن شاء الله يطفر بفوس باش ونتضيع راه تظل ثنغ المفروضات، ولكن نثسويارا القيمة نغ أزال يقف كان الشرع ربي سبحانه التطوع نغ صلاة النافلة بجميع أصنافها، أخاطر بينا الحكمة نناد باش مذان أين يخص ديال الظليث المفروضة يوم القيامة القدرة ربي أدي جبر ربي سبحانه وتعالى ظليث النوافل. وكذلك أنا الرضا سيدي ربي سبحانه عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. جماعة الخير تفضلوا فيما بقي من زمن إلى غاية أذان صلاة العشاء. تفضل. الشيخ، بعد الصلاة الفريضة الصلاة السرية، أيوة، تقرأ سورة الفاتحة بالسورة وحدها. بعد الشيخ مازال راه يقرأ، يا ترى تزيد كما أنت تقرأ ولا تحبس؟ بارك الله فيك. ذي الصلاة السرية هكا واضح. أيوة كمل. أدعية يعني ترى ترفد اليد ولا ما ترفدش اليد؟ الرفع اليد نعم في الدعاء. نعم بارك الله فيك. تفضل. صلاة الكسوف في الأوقات المنهية عنها الصلاة، مثلا في وقت الزوال يبدا وقت الكسوف، بس كان ظل الكسوف نعم حتى بعد العصر وقع الكسوف، هل نصلي صلاة الكسوف أم لا نصلي الكسوف؟ بارك الله فيك. تفضل.
الإمام كيطلع الخطبتين على المنبر. بارك الله فيك. تفضل. شيخ السلام عليكم. السلام. زيك الصحابة حبل بليك أين روح ناخذ من محسوب ما روح ندغ الملحنا نابورت كوا خدم من زارة خدم صلاة الاستخارة في كل الأشياء. ما كان داتيش صلاة الاستخارة اللي السؤال مزيرو بس نتلاقي في الصلاة زعما التسبيحات صلاة التسابيح. تلاقي سيناطاس دونك صلاة التسابيح يعني مبرمجة مع بعض الصلوات اللي راهم يصليوها الناس، نجيب فيها الأحاديث وكذا ونقول واش قال فيها العلماء في اللقاء القادم إن شاء الله. صلاة التسابيح يعني بعد القراءة دير تسبيح، وبعدين عند الركوع دير تسبيح، عند الرفع من الركوع دير تسبيح 10 10 15 15 إلى آخره. هذه سنذكر هيئتها وتفاصيلها في اللقاء السابق القادم مع بعض الصلوات الشبيهة. صلاة الاستخارة، صلاة التسابيح. تفضل. بارك الله. في السنة. الفجر. سؤال مهم. نعم. واحد يصلي صلاة الفجر في داره، صلاة يعني رغيبة، وبعدين وصل المسجد مازال ما قامش الشيخ الفريضة، دخل الجامعة، هل يصلي تحية المسجد ولا ما يصليهاش؟ هذا هو السؤال. نعم. صلاة الضحى. نعم. وقت صلاة الضحى. وقت صلاة الضحى. نعم. تفضل. الصباح الانسان يحق الوطن يدخل الجامع. لقاه وصلى الفجر على كل حال الامام مثل ما صلى الصبح. بس صلي تحيه المسجد ولا تصلي في البركه. بارك الله. بعد العصر، من بعد صلاه العصر من تحيه المسجد بعد العصر. قام يقول عليه بعض نسمعوا بعض الشيخ المالكي يقول مكروهه بعد العصر. النافله في تحيه المسجد مكروهه. النافلة بعد صلاة العصر. بعد العصر. نعم. الله يبارك. نبدأ بالأخيرة هذه. بعد صلاة العصر، بعد تظليث العصر كيدخل الجامع وتزلارة تحية المسجد، خطر تحية المسجد ثقيذ النافلة للنافلة صافي الوقت الني إلا النهي، إلا النهي. ولكن مثولا ضيوني زوليت لا تنكر عليه بس قرارا وزلرا. المعنى يس نكون يدير مذهبنا أن الشمال الجامع ونتزلر الوقت الني تحية المسجد، خطر يغال الوقت الني إلى النهي. ألا من زل المغرب، من زل المغرب كثيرا الإخوة راهم يدخلوا وراهم يصلوا صلاة النافلة اللي هي صلاة تحية المسجد. صباح الخير. نعم. لا الوقت هذاك عادي تصلي. قل بعد أداء صلاة العصر، بعد أداء صلاة العصر كي ندخلوا أذن الشيخ ومازال ما صناش العصر ثم عادي. ماذا بك يستأذن في فضيلة الشيخ يعني الذي لأنه المرجع الأساس في هذا المسجد هو فضيلة الشيخ محمد. يعني دائما حتى إذا كان سمعت أي كلام مخالف فالمرجع الأساس هو الشيخ محمد. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا أعطى رخصة في أمر ولا رجح رأيا فالمرجع هو والمعتمد هو. فأسأله أمامكم فضيلة الشيخ ماذا قلت في هذا الأمر؟ ما يسلمش. الله يبارك. هاوي ما لا فيه اتفاق مع فضيلة الشيخ. تفضل الأخ حسن. هل ممكن تكتب لنا كاين الوقت المنهي بعد المكروه بعد الصلاه والوقت التحريم؟ حتى وقت العصر من المغرب لا يولي الوقت الكراهه
إيه بارك الله فيك. أعطيك الصحة السؤال، خاطر الوقت الوقت الكراهة من بعد صلاة العصر، ولكن الوقت مري روحها كان يغلي طيج، الوقت ماشي كان الكراهة، إيمان ذي التحريم، إيمان ذي التحريم ذي الحرام. هكا جماعة الخير إناك يكشم غد أهل طرا زلغ نصلي صلاة تحية المسجد، هذا اللي ما صلاش صلاة الفجر في داره. سمعنا الأذان الثاني وين يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، معنى ثم دخل وقت الصلاة. الإنسان يا إما يصلي الفجر، يعني كما نقول الفجر احنا الرغيبة هذيك السنة يصليها في داره، ولا يجي المسجد يصليها هنا. هكذا باش نجاوبك في نفس الوقت نجيبوا لي احتمالين. إذا كان واحد صلى الفجر الرغيبة في داره وجاء وصلى هنا، الشيخ مازال ما قامش لصلاة الصبح، ما يصليش تحية المسجد، ما يصليش تحية المسجد، يكفى وقت النافلة ذاك. ولاش النافلة ير الفجر يكون الصباح، ولاش النافلة ير الرغيبة أو صلاة الفريضة، صلاة الفجر وصلاة الصبح. أخي واضح تفهم ذيك ما الشمض كان قيم عادي يزمر ولا ونزرارا شي كرات الزلط الناس ينكزولغ الفجر الوخام، ينكزولغ الفجر الوخام أقل يصيغ الزلغ الفريضة يعني جماعة مع الإمام صافي وتتزلى ظهر. السؤال الآخر مثلا غير ميلا يشمد ما صلاش الفجر يعني الرغيبة السنة في داره وجا الجامع، هل ترى يسبق في التحية ولا يسبق في الرغيبة؟ فاش راه يزور؟ ما إلا يزور في التحية هو يقدر، إذا كان شاف على بال وقت يأذن وقت الانتظار، مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، فرنسا ما يزرى باللي يسعى الوقت الكافي باش هذه الظال التحية وهذه الظال الرغيبة فليفعل أكن خير. فهذا أولى الظل تحية المسجد تنال فضلها تنال أجرها وترنض الرغيبة هكا وتقيم صلاة الصبح صلاة القرآن لما تسمع الإقامة. إما إلا تكشم ضد الشيني تزرد باللي يزمر في أي لحظة قريبا الإمام يعني يقوم للصلاة ولا صلاة إلا القائمة، ذاك صافي لا تغامر أتصل تحية المسجد قبل تكفوض يكر الشيخ الإقامة من بعد تروحك الرغيبة تروحك صافي من بعد إلا قد تلتحق بالإمام تصلي صلاة الفريضة ولازم الرغيبة تسجد لما بعد الشروق عند حل النافلة صافي يرضي منك في إشكال أنت في غنى عنه. إشبه ربي تفهمي يا جماعة الخير أقل كي تكشم ضد أكيد نفريون جار المسجد يقرب يعني يسلغ الشيخ إذن ظلم شحال صغيمي شحال الشيخ انتظار هنا بين الأذان والإقامة 20 دقيقة الله يبارك 20 دقيقة. إذا كان سرد الأذان وزاد 20 دقيقة ثبت الدردقي بالك بعد 5 دقائق راك في الجامع صافي الزرد بلوك تتفثارة وكتفثارة تظلي الرغيبة السنة مادام الزريض وكتفثارة تشمض الجامع زال ركعتين تحية المسجد هكا أرنو الرغيبة أرنو كرا دقائق من الميكر الشيخ الزالي الفريضة الزاضي استلحق هكا جماعة الخير. إما تولد باللي تشمض بالك تبعضض نغير روحك التقدير تقاضض وخدم راه لافونتور ذاكي ما لا تغامر الظل صلاة الفجر نقارن كوني يعني الرغيبة ما يفاتكش مضيض ظليت ولا ما صيغ الإقامة وتزمر تظليت خاطر الوقت ديال يكمل الإقامة هذه في الشيخ الصلاة وكذا إلى آخره هذه الحقض تكمل هكا. بالنسبة لصلاة الكسوف
ثقي بون ذيك العلماء في كان السن راي مزورنيك باللي اول نطبقوا القاعده اللي عند تعارض النهي مع الامر لان القاعده ولا قدينا خاطرين ليك مادام الامر قليل الحدوث ماشي ما النظام فبالتالي تصلى ذي الوقت الني سورة الفاتحة بعد سورة الفاتحة تقرأ في الصلوات السرية يعني مثلا صلاة الظهر ولا العصر قريت سورة الفاتحة قريت سورة قل أعوذ برب الناس مثلا أو قل أعوذ برب الفلق كملت الصورة والإمام مازال ما كملش واش تدير؟ تسكت إذا سكت وإذا كان قريت في الصور الأخرى تقدر تكمل أكمل إذا كان خايف يروح لك الخشوع ممكن تقرأ صورة أخرى أدغر الصورة النظام خاطر في كل من ما يستسم المخيس هذا يروح يشغل نفسه بالتلاوة الخشوع روح الصلاة ربنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هكا وإذا سكت في انتظار الإمام باش يركع هذا أمر أيضا جائز إنما جعل الإمام ليؤتم به ما تركعش حتى يركع الإمام تنتظر نعم ميل العكس الإمام أتم الصلاة القراءة وأنت لم تتم تتبع الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به ذوك إذا كان باش تكمل الآية ولا يفوتك الركوع ممكن مثلا رحت باش نقول آية مثلا إذا جاء نصر الله وشي قال الله أكبر نكمل كلمة ولا زوج نكملها وما يفوتنيش والفتح هكذا انتهت الآية إذا جاء نصر الله والفتح ماشي نقول له لازم حتى نكمل سورة إذا جاء قسما نكمل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت بعدين الإمام يطلع من الركوع وكيف يقوم من الركوع صافي إنما جعل الإمام ليؤتم به خاطر الإمام يحمل عنا هذا الأمر مما يحمله الإمام صافي في ضد القراءة ميل الإمام يكفى قبليك ذبع الإمام هكا ميل الإمام يكفى القراءة قبليك كش مازال تكفير هكا النير ذبعيث ماذا الشوط كان أول نغسين الآية كمليث إما الشق كفان والإمام وركفانا ذاك السعد الخيار إما تكمل الصورة التي تلي يعني حفاظا على الترتيب لكن دوسا مثلا تقدر تقول أعوذ برب الفلق نقول أعوذ برب الناس هكا باش تشغل نفسك بالقرآن ما إلا وتبغي ضراس تصمد هذا أيضا جائز رفع الأيدي في الدعاء هذا جائز دلت أحاديث كثيرة على النبي عليه الصلاة والسلام على جواز رفع الأيدي في الدعاء إما عقب الصلوات ولا في أي وقت سودين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته كفى الظليث بعد استغفار وكذا والتسبيح إلى آخره ارفع اليدين هذا أمر جائز ويجوز في المقبرة الدعاء للميت استغفروا لأخيكم وسووا التثبيت فإنه الآن يسأل ويجوز وأنت في كل وقت يجوز رفع الأيدي ويجوز الدعاء بغير رفع الأيدي إذا كان واحد راه يمشي في الطوموبيل يصوم يدعي ربي سبحانه ماشي حتى يدير هاك ينحي يدم الفولون ويدير روحه في مشكلة يجوز هذا يجوز وهذا يجوز والندايث مثلا مما يؤلف بين القلوب ويرفع الخلاف لا إنكار في مسائل الخلاف ما يلزمش نتحدثوا دائما عن فقه الاختلاف نولي نتحدثوا عن فقه الائتلاف باش نمي عقل ذات مثلا ماشي مثل ولا ضيو نير ذافوسيس هذا جائز يجوز قطعا مش قرام الشيك ولا شيء سقوا ذراك بالسلام وربي ان شاء الله يردهم خايبين ان شاء الله وربما الوقت ما يسمحش باش نجيبوا احاديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي بالعكس التي تحثنا على رفع الايدي كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم وفعل الصحب الكرام اذا هذا الامر ما فيش حتى نقاش ان شاء الله تعالى واللي ما رفعش الايدي ايضا نقره على ذلك ما لا ننكر عليه ما نقولوش ارفع يديك بالسيف لا ما حبش يرفع عادي والدعاء ان شاء الله بالاخلاص وكذا شروط الدعاء تسي ذكرنا بعضا منها قبل حين الإخلاص والتيقن بأن الله سيجيب وتحري الحلال وتجنب الحرام إلى آخره وتحري الأوقات الشريفة والأوقات الفاضلة وهكذا
صافي يجوز أعمل الحاج ما كاين حتى إشكال. النافلة نهار الجمعة بعد الجمعة لحتى يخرج كما قال ابن عمر إلى غاية خروج الناس. بعض الناس تشوفوهم بعد صلاة الجمعة يبدأ يدير النافلة. ما تديرش النافلة بعد صلاة الجمعة. صلاة الجمعة الناس كثير، جمع معمر الله يبارك، دع حتى يخرجوا الناس أو معظم الناس وخذ مكان وصلي نافلة. والأفضل تصليها في دارك إذا كان راح لدارك، وإلا ما تصليش وبعض الناس خارجين وما يصلي النافلة ويديروا عرقلة حركة الناس المصلين داخل المسجد. لا ما تصليش، ليس من الفقه وليس أيضا من الأدب. أنقل إذا كان الصف واحد كامل يصلي صلاة النافلة بعد صلاة الجمعة، وكيفاش نديروا؟ وتروح تفوت القاش والبراج يقول لك حبس ولا. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إن صلاة الجمعة خليها تروح، وابتغوا من فضل الله. اللي بغى يصلي النافلة يصليها في داره، اللي بغى يصليها هنا ينتظر حتى يخرجوا كثير من الناس، معظم الناس خارجين ولا المسجد فرغ، وخذ مكان صلي النافلة. النافلة كي يقوم الإمام كي يطلع على المنبر، خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام كما قال الفقيه المالكي. يقطع خروج الإمام، طلع انتهى، توقف، دخلت صل ريح اجلس. وإذا رأيتم من يصلي ركعتين بعيدا، ما يجيش قدام الإمام هنا ويشوش على الناس، هذا أيضا لا تنكروا عليه. هكذا باش ندير دائما فقه الائتلاف. هذا ما كان يصلي ركعتين خفيفتين، ولكن الأفضل أنه ما يصليش. الشيخ إذا كان في الدرس عادي يدرس درس الجمعة، ولكن كي يطلع المنبر للخطبتين اللي راهم يعوضوا الركعتين ما يصليش صلاة النافلة، يجلس ويستمع للإمام. مع ذلك وأكد، وإذا رأيتم شخصا رأي يصلي الخلف اللي هي ركعتين تحية المسجد خفيفتين فلا تنكروا عليه فقها أو عملا بفقه الائتلاف. صلاة الاستخارة مازال سؤالين. صلاة الاستخارة يا جماعة الخير ماشي في المنهيات. يجي واحد يقول لك نصلي الاستخارة ركعتين، طبعا في الوقت الذي تحل فيه النافلة، بعد العشاء كاين، بعد الظهر، في أي وقت، في وقت الضحى. بالمناسبة صلاة الضحى غنبدا بها وقت بعد تقريبا ربع ساعة 20 دقيقة بعد الشروق تحل النافلة إلى غاية الزوال. فقي صلاة الضحى أزاد ركعتين، 4، 6، 8، وماشي واللي يصلي صلاة الضحى يقول لك لازم يواظب عليها طول حياته. لا، هذه دائما راهي في النافلة. إذا كان اليوم يساعدك تصلي النافلة الضحى، غدوة يساعدك الضحى، بعد غدوة ما يساعدكش ما تصليهاش. خاطر كي نقول لك أنا والفتها درك ما نقدرش نخليها، شكون قال لك ما خليها وقت ما حبيت؟ هي نافلة ما ترفعش درجتها إلى درجة الوجوب، ما هيش واجبة، ما هيش فريضة، هي نافلة. صلاة الاستخارة في المنهيات لا، في المأمورات وين لم يترجح لديك القرار أو الرأي. ما يجيش واحد يقول لك نصلي صلاة الاستخارة هل ترى نقبل الرشوة ولا ما نقبلهاش، ندير هكذا ولا ما ندير. في المنهيات حرام يا خاطر، ولكن في المطلوبات في المباحات نعم. ذا المطلوبات على سبيل الوجوب ثنا ذا تقول نصلي الاستخارة هل ترى نصوم رمضان ولا ما نصومش، هذه ما كاينش فيها صلاة الاستخارة. ولكن في المباحات ما ترجحش عندك الرأي. مثلا دير مشروع تجاري، تدير هذا ولا هذا، تلفت لك، استخر الله عز وجل، طلب المعونة من عند الله عز وجل والتوفيق، ويعطيك السداد في الرأي والتوفيق في العمل. زاد ركعتين صار ربي في كيد الخير نداير لا. في أمر الزواج كيف أيضا تتزوج هذه ولا هذه، يلا صلاة الاستخارة، واسأل الله عز وجل أن يعطيك الخير حيث كان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.